CSS Timing Function في أقل من دقيقة. هي طريقة لتوزيع الزمن خلال فترة الحركة الكاملة. يعني لو عندي الشكل ده هيتحرك من A ل B في زمن 1 ثانية، الحركة الافتراضية بتكون لينير وبيتحرك بالشكل ده بدون تسارع أو تباطؤ. أما بتايمينج فانكشن أقدر أتحكم في إيقاع الحركة. تخيل إننا هنضيف نقطة C على الخط الزمني ونقول له اتحرك من A ل C في 3/10 ثانية ومن C ل B في 7/10 ثانية. كده العنصر قطع مسافة كبيرة في وقت قليل، والمسافة الأصغر خد فيها وقت أطول، يعني بدأ بسرعة وانتهى ببطء. وده بالظبط اللي بتعمله القيمة الجاهزة ease out. أما لو هتخلي البداية بطيئة والنهاية أسرع فهتغير القيمة ل ease in، وتقدر تجمع الاثنين ease in out لو عايز تخلي الحركة سريعة في المنتصف في البداية والنهاية بطيئة. ويفضل انك تخصص قيمة بنفسك باستخدام كيوبيك بيزير، وده بيفيدك انك ممكن تزود قوة الايز اوت او باقي القيم، وبكده اليوزر يقدر يلاحظ قوة الانيميشن.